على فكرة بعرف احكي مصري وبنعرف نشرح مصري وبنعرف الاغاني المصرية وكل شيء. واحده شرشحه. طب معلش تبقى واحده شرشحه وواحده شقه واحده تقبرني ورا بعض كده، يلا. اللي لنا شو شرشحي لنا. اول مره اطلب من حد الطلب ده. اول مره في حياتي اطلب من حد الطلب ده. ممكن تشرشح لي؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اللي بيبيع ويشتري ويشوف الحاجه دي تستاهل ولا ما تستاهلش. في الجمعه ماركت. ورايا الجمعه ماركت على طول لو ماشي. سمحت. ما تجودش. انتوا بعتوا لنا حاجات كتير، تعالوا نشوف انتوا بعتوا لنا ايه. ايمان اسامه: بدي اعمل المشروع اني ابعت فويس يقول فيه تقبرني، أيوة. مقابل ان هون يعملوا لي محشي مصري لاني سوريه وعايشه بمصر، والكل بيطلب مني هاي الكلمه بالذات عن جد، وبدي بيه اخواتي الشباب نرتاح منهم انا والماما. دي قصه تانية، تعال بقى كلمها لي عشان اسمع واحده تقبرني اكلمها لك انت؟ بسرعه. تعرف لو هي قالت لك انت تقبرني وما قالتليش هبديها لك. حسابك معايا عسير. هديها لك والله. ولو على المحشي انا بعرف الف. انت عارف. بعرف الف جدا. الو. الو ايمان، ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. مين؟ معاكي فكري وشرنوبي من الجمعه ماركت. اهلا. انت عايزه تاكلي محشي ولا عايزه حد يعلمك المحشي؟ لا يعني انا وماما من اكثر الناس اللي بتحب المحشي المصري، ربنا يخليك، ده من ذوقك. انه انا وماما قررنا نعمله. حلو، وطلع ايه؟ طلع 80%. خليها لي فوق العجل. اتنين تاني ورا. كل لازقه تبقى. استنى عشان هم دلوقتي بيقول لك ان هم لفوا بحاجه ثانيه. طب انتوا لفيتوا لفيته ايه؟ بورق شجر يعني ولا ايه؟ انتوا عندكم اللي هو الكروم بنعمله احنا بيكون لونه ابيض، انتوا حتى بتعملوا لونه احمر. كرومب ايه اللي بيتعمل بوشه بيحمر ده؟ يمكن خجل؟ كسوف اول يعني؟ مره يتكشف على ناس مش مصريين الكرم. فالمهم شو الورقه طلعت مفروده، مو مثل انتوا مثلا بتعملوها اصبع واحنا بنعملها اصبع، بس احنا وقت نعملها بنحط مثلا كل 6 7 بقلب خيط هيك وبنلفهم مشان ما يفتحوا بقلب الحلقه. اعمل ايه في القصه دي؟ بقلب ايه؟ انا بسمعها بذكائي. انا مبسوط مش قادر- عموما. هو انتوا منين؟ انا هون ساكنه بالاسكندريه. احسن ناس. لا ادهاني بقى بعد اذنك عشان نوبي من اسكندريه. انت قاعده فين في اسكندريه؟ انت بتعمل ايه؟ استنى. بنت جهتي لازم اطمن عليها. بدكم عزومه اكل سوري. وانا هعزمك على اكل اسكندراني. انت ايه حكايه؟ قول لي ايه حكايتك؟ الو عشان بتعمل ايه؟ طب هقول لك على حاجه، انت عايشه في اسكندريه بقالك قد ايه؟ ده بيتعرف عليها. بالعموم بمصر 9 سنين. 9 سنين أيوة وكل ده ما طبعاً. عملتوش ورق محشي؟ بس هو انما ماما صارت تعرف تعمل الملوخيه المصري وكله. طب يعني ليكوا في الطشه، هم اللي في ايه؟ ده الطشه دي اصعب حاجه عندنا على فكره. نعرف نشأ، بس نشأ على الملوخيه تبعنا. كل واحد يشي على ملوخيته معلش. على تكشفوش على غريب. محدش يشي على ملوخيه حد تاني. بس ملوخيتنا اطيب. لا ملوخيتنا احن. خش لها بقى في السكه دي، انا فاهم، اسمع مني. طب ممكن تدينا واحده شهقه زائد واحده تقبرني؟ انت عايز حاجه تانية؟ انا عايز برجر. يعني قوي. سوريه. خلاص. قولي. دي كده شهقه؟ دي دلوقتي يعني. لا مش حلو، احنا عندنا الشهقه حاجه ممكن تقوم اللي هو جدي مات. فاهم اه اللي هو في عالم كله بيشهق. فعلا. بدي اصلا اعمل مشروع لتقبرني. اللي هو ايه بقى المشروع ده؟ تقريبا كل ما حدا يقابلني اول كلمه بيقولوا لي اياها قولي تقبريني. اي حدا بالشارع. خلي بالك السكه اللي جايه دي بتاعتك. بتثبتي اي حد بالكلمه دي يعني؟ اه. طب ما تحاول كده عشان ما بتثبتش. انا عمري ما اتثبت هو يعني. انت ليه مصمم تشقط؟ قولي كده واحده تقبرني. تقبرني. امسك كده امسك. لا استنى عشان ما ركزتش فيها، بعد اذنك. عندها كام سنه؟ انت عندك كام سنه صحيح يا ايمان؟ ايوه كده خش كده. توقع طيب. 19. صح. بقول لك ايه؟ والله مكتوبه لك. أقسم ولاد بالله يوت زي بعض. افهم والله ده. العظيم مكتوبه لك. على فكره بعرف احكي مصري وبنعرف نشرح مصري وبنعرف الاغاني المصريه وكل شيء. واحده شرشحه. طب معلش تبقى واحده شرشحه وواحده شقه واحده تقبرني. ورا بعض كده، يلا. اللي لنا شو شرشحي لنا. اول مره اطلب من حد الطلب ده. اول مره في حياتي اطلب من حد الطلب ده. ممكن تشرشح لي؟ معلش ادينا حته شرشحه كده، يلا. لا يا اخويا بصي كده. بص على ايه؟ بص كده. فوق لنفسك واعرف انت بتكلم مين. ده انا بابايا ضابط. ضابط؟ باباكي ضابط؟ بتشرشحي بابايا ضابط؟ انا بتخانق مع واحده خارجه من سبيستون. انا بابايا ضابط وممكن يسجن حضرتك. ماشي، عامه احنا اتبسطنا ان احنا كلمناكي والله يا امان. الله يسلمك يا رب. هي كان في مشكله تانية مع امان. خلاص بقى، ماشي يا امان. عامه شرنوبي هيخلص الصوت تبعكم عم يقطع. والله انا صعبان عليا بس ماشي. طب عليك فرقها. شكرا كتير شكرا، لكم. باي. تستاهل؟ انت قلقني والله العظيم. لا عشان سوريه، عشان ضيفه بس مش اكتر. انا راجل يا سيدي بحب الكرم، انت مالك؟ هي تستاهل عشان يعني الموضوع فيه اكل وفيه شقه. في تقبرني ده اللي انا شايفه، غير اللي هو شايفه تماما. انا شايف ان هي تستاهل كنوع من انواع. جبران الخاطر. تستاهل. نورانا بمصر. بالك اللي جايه دي الساعه الاخيره يلا. ده خلاص كده. ودي اخر ساعه تكون عند جاد ولا نهار ابيض، محدش هيكلم حد في الساعه دي، اللي هو سيبوني لوحدي بقى. الناس كلها قاعده سيبوني لوحدي. عارف انت الساعه دي؟ انت لو هي اخر ساعه في الدنيا هتقعدها لوحدك. اه هقعد اتعبد بس. طب نشوف الساعه الاخيره. الصحيان هو اهم مرحله بتاثر في يومك
اليومك كله. عشان كده جبنا لكم منبهات مجسمه باصوات مشاهير بيقول لك اصحى يا خالد، وداعا للصحيان بشكل تقليدي. اللي هو ده قوم يلا بقى ايوه وداعا لده. ايوه وللناس اللي نومها تقيل عندنا مود هارد بيكون اصوات حازمه زي استاذ مرتضى منصور، فيليكس وحسين. ولو مستعجل جدا في مود سامي العن تحديث، نزلنا الابديت اللي فيه صوت ياسمين عز الصيفي والشتاء. تعال نفصص دي الساعه الاخيره. اولا اسم كويس عشان دي بتبقى الساعه الاخيره فعلا اللي بعدها ترفد بالظبط، فده اسم كويس. منبهات مجسمه اصوات مشاهير. مين اللي عايز يصحيك؟ ياسمين صبري مثلا. ياسمين صبري. انت مالك جزعت ليه كده وانا بقول لك عايده الايوبي؟ يا ريت يا عم. انت ايه عايده الايوبي مالها عايده الايوبي؟ صوتها تحفه. طب يا عم حاجه ترجع ماشي. لك. مين غير ياسمين صبري؟ مين غير ياسمين صبري؟ عبد الحليم حافظ. هموت واخش دماغك اقسم بالله. من ياسمين صبري لعبد الحليم حافظ. انا عمري في حياتي ما تخيلت ياسمين صبري، في ساعتها تخيلت عبد الحليم حافظ. تخيل عبد الحليم حافظ لو بيصحيك مثلا هيقول لك ايه؟ قول لي اصحى 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 يا ابو الافكار. صح كده؟ هو الفرقه كلها واقفه. قالت يا ولدي قوم اصحى. اصحى. اولا انا مش عايز عبد الحليم اصلا يصحيني ليه؟ عشان هو هادي قوي على الصبح. ما هو ده المطلوب. انا عايز امن الكاشف صحيني تصدق. يبداها برضو بالجزء اللي هو بالراحه، اللي هو دلوقتي الساعه 9 الا ربع وخلاص فاضل على شغلك ساعه وربع ويبدا البصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكري النهارده اتخصم له يومين في الشغل. انا اختار امن الكاشف. اللي صوته بالنسبه لي ممكن يبقى في الحته الهارد دي باسم سمر. اسمع مني، ركز في التفاصيل. ده هيبقى خلق وضيق فشخ وهو تفاصيل. بيصحيك. يقول لك باسم سمره انت تصحى تنزل تاكل عيش، فاهم؟ مش تروح بالظبط. الشغل وتقعد مع بالظبط. موظفين. لا. لازم تروح تاكل عيش. سقف عالي هيدخلني في الحته دي في اول يوم فانا ابقى مبسوط جدا. بالنسبه لصوت ياسمين عز في الصيف والشتوي انا مش هتكلم في الموضوع ده، فاحنا هنسيبنا من قصه ياسمين عز دي خالص. انا مش عايز التحديث ده والحوار يستاهل. طبعا يستاهل. يحيى محمود عايز ابيع الروم ميت اللي معايا، هو نتاج علاقه ما بين بني البشر ومخلوق فضائي. ملاحظه لما يرتبط لازم يفضل لابس شراب ايه عشان الروم ميت ده؟ بس العلاقة فهمنا واحده تكمل على خير. قعدنا في شقه انا وانت اوضه واحده، فانت بقيت ماي روم ميت. الراجل ده بره والروم ميت اللي ساكن معايا الروم ميت ده يا عم ماشي زميل سكن. يعني هو عايز يبيع اصحابه ولا صاحبه ولا صاحبته؟ عايز يبيع الروم ميت بتاعه. احنا ما نعرفش مين اللي قاعد معاه. ما انا زيك والله ما اعرفش. انا هنعرف دلوقتي. ماشي. الو، ازيك يا يحيى؟ معاك فكري وشروبي من الجمعه ماركت. اهلا. طيب مين بقى الروم ميت اللي معاك ده؟ هو واحد صاحبي يعني، بس هو زي ما انا بعت لكم يعني هو قاعد جنبك حاسسك مش واخد راحتك قوي. جنبي وزغير لي زغره، فاهم؟ خايف اتكلم. طب انا هقفل وبعد كده هكلمك تاني تبقى انت يعني فاهم، تبقى قمت مثلا ولا حاجه، او اديهولنا. دهولكم طبعا معاك اهو. الو، ازيك عامل ايه؟ اهلا. اسمك ايه؟ قال لك صاحبه بقى. يا جماعه هو انتوا ليه هو غراب في كده؟ ايه؟ انتوا مريبين قوي ليه كده؟ انا هنحس هو انت يحيى؟ لا انا فادي. طب ما انت قلت اسمك هو فادي عادي، امال مالك في ايه؟ طب عامل عويط ليه؟ مترب مش فاهم. طب دلوقتي صاحبك عرضك للبيع. اه. اداله في وشه على طول. انا عارف عمل انا ميوت. القفله. هو ساب التليفون وقع وقام. لهم في بعض يا جماعه. مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. هو يحيى بيهزر. الو، ايوه معاك انا تاني. احنا عملنا هو مشكله ولا بيقول لي حاجه؟ كنت كلمني في وقت تاني. معلش انا مش متربي معاكم برضه. انا مش مرتاح. ولا انا عمل لك ايه؟ اتضربت؟ مفيش، هو دخل المطبخ هيطلع بقى يا نهار اسود، ده دخل استنى المطبخ. عشان تبقى الجريمه على الهوا. انت محامي فاهم انت التفاصيل دي. استنى احنا معانا محامي ما تقلقش. بقول لك ايه، محامي؟ عقد الايجار اللي انتوا قاعدين فيه ده باسم مين؟ انا وضع ايه قانونا؟ ما انا بسالك اهو، استنى رد احنا مش عليا. بنصور في اسم النزهه برضه. يا ابني يا ابني. سلام يا سلام. طب انت شايف ايه؟ هلتزم الصمت لكوني مش مرتاح. انا برضه حسيت ان انا دخلت عليهم سكن في بلطيم. طيب يستاهل ولا مش يستاهل؟ طبعا لا يستاهل ايه، بس لا ما يستاهلش. عايز ابيع حبيبي مين هي؟ البط. عايز ابيع حبيبي اغلى الناس، ملحوظه عشان المصداقيه، بس هو بيحب البط جدا. السعر بطتين بلد. ايه اللغه البطيه دي؟ تراهن ان هي اسمها فاطمه؟ هي في الغالب بيبقى اسمها فاطمه فعلا. مش هتراهن يعني؟ لا انا معاك. شوف حد تاني راهن معايا عشان انا معاك. بس لحظه واحده بس، عايز ابيع حبيبي اغلى الناس. ابيعه. هو اغلى حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده، فانا ابيعه. ماشي ببطتين بلدي. بس خلي صوتك يعني خشن وانت بتقول لها ازيك يا بطه. مش ازيك يا بطه، افتكرك بتعاكس. فاهم حاجه؟ لا مساء الخير بطه معايا. تقعد تكلمها. طب بتراهن بالقصه دي؟ طبعا ما بتردش على ارقام غريبه. ده في الفرن بطه اتسلق يا تشرف. هو احنا مش هنقول تستاهل ولا ما تستاهلش؟ يا ابني هي ردت. اما انا الاجابه محسومه بالنسبه لي حتى لو كانت رد. تقول لك حبيبي اغلى الناس هبيعه. طيب ماشي. عامة بطة أول حد في الدنيا يحط كومنت ويسيب اسمه وما نردش عليه ونديله برضه ما يستاهلش. بالظبط مفيش. أغلى الناس هبيعه في الزمن اللي احنا فيه ده. خراشي طالب هندسة بتهيأ لي خسارة في المكان اللي أنا فيه. عندي أفكار جامدة زي مثلا إن إحنا لما بننط مش بنقع، الأرض هي اللي بتطلع. هي مش محتاجة شرح إزاي، بس لو عايزين كلموني. استنى لا فهمها لي طيب عشان مش هو فاهم. بيتكلم أنت وقفت هنا ونطيت، إيه اللي حصل؟ نطيت من على الترابيزه. لا هو بقى عنده مشكلة وعنده الأرض هي اللي طلعت له. يا عم
ده مصطبح بقى. طب كلمه لنا كده. الو، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. معاك فكري وشرنوبي من الجمعه ماركت. بجد والله. اه والله. ده اسمك ايه بقى؟ اسمي ايه؟ عمر الخراشي. هو منين؟ انت منين؟ من اسكندريه. يا ابني جهتي. طيب يا عمر، انت ايه المشكله عندك؟ انت فعلا بجد اللي مكتوب مش فاكر. اقرا مكتوب. بيعمل لي بايده كده. انت كاتب ان انت طالب هندسه وان انت خساره في المكان اللي انت فيه. اه والله موضوع الناس سنه اولى طب ده قدامي عمر انا شايف نفسي انفع في اي حته. ليه بقى يعني انت ايه ايه المميزات طيب؟ بالظبط بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بيحسد نفسه. بالقدرات ماشي. نبتدي بالقدرات، ماشي. تعمل ايه؟ ماشي. انا مقسمهم. ايوه احنا داخلين في تيم. انا مش لاقي الورقه. المهم طيب انت كاتبهم. هو ايه اللي طيب انت كمان؟ استنى. انت بتعدي ايه؟ عمر، انت حاططها فين بالظبط؟ هو الحلقه دي تبقى نظامها ايه بالظبط؟ في ايه؟ احنا في حد تالت معانا عمر في المكالمه؟ احنا كنا فين؟ ان انا بفهم بسرعه. اعتقد ان انت مستحيل يعني والله مستحيل. ماشي، ايه تاني غير ان انت بتفهم بسرعه؟ زي ما واضح ان انا ذاكرتي مش لطيفه يعني. ده ممكن يدخل في الداون سايدز يعني. ندخل فين؟ في الداون بعدين اقول لك. بص اتكلم بقى عن اللي كنت بعته لكم. انا اعرف عمو اينشتاين. ايوه انا عارف اينشتاين، هو احمد حلاوه ماشي، في تمام. حرب العالميه الثالثه. على حسب بقى النظريه ان الزمان والمكان مرتبطين. لان دلوقتي انت تخيل معايا كل حاجه ثبتت في مكانها. ماشي. انت دلوقتي لو الزمن توقف ايه اللي هيحصل؟ هتتاخر. الله اكبر عليك. ما كناش علمي. انا حاسس الراجل ده ممكن يتكلم في حاجات، بس انا هكلمك بس أنا عايز بلسان أفهم. بلسان المواطن المصري يعني. اصلا ايه اللي هيوقف الزمن؟ ليه الزمن ممكن يقف؟ ده كله نظريا يا عم يا ريس باشا. يا باشا اللي طلع في بقه ده اقول زهق مني، زهق مني. قلت لك دلوقتي ان احنا مش بنقع، الارض بتطلع لنا. ايوه انا بقى انا عايز أيوة. اوصل لهذه النظريه. لو رمينا كرة وزنها 5 كيلو وكرة ثانية وزنها كيلو، اكتب. تمام؟ هما الاثنين نفس الحجم في نفس اللحظة. ازاي يا طب أقول لك باشا؟ على يا حاجة. عم انت بتتكلم متخلف. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ازاي دي 5 كيلو ودي 1 كيلو يبقى الاثنين نفس الحجم؟ سمعني يا عمر. اسكندريه عندكم الشبكه فيها وحشه قوي. يا عم هو من البحيره، ما تجيبش اسكندريه. ما تقعد في حته فيها شبكه وتريحنا من القصه دي بعد اذنك يعني. تقريبا الارض الشبكه لا الارض طلعت له فعلا. الارض طلعت له فاتكل على الله. ما يستاهلش خراشي طبعا يعني. هيستاهل بصفه ايه؟ عبد الرحمن المغربي. بعد ما لبست البدله، وانا عمري في حياتي ما لبست بدله، وطلعت على العبد ورحت قلت له عاوز تشكيله شوكولاته اغلى حاجه عندك عشان اروح اديها لها في كاتب الكتاب. في كاتب كتاب اخويا لقيتها مخطوبه. ولا انا استنى. هي مخطوبه في نفس كاتب الكتاب. عارف يمكن مخطوبه لاخوه. وبعدين لحظه بس، ما انت كده يا عبد الرحمن لابس بدله عشان كاتب كتاب اخوه. ايه بقى عمري ما لبست وبعجرت وجبت الحوار في البيت. تعال ليه؟ نكلمه عشان مش فاهم منه حاجه. مليني. بعد ما لبست البدله انا حاسه هيطلع من اسكندريه الراجل ده. الو، ازيك يا عبد الرحمن؟ انا معاك فكري وشرنوبي من جوه ماركت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل كتير قوي. لا انا عايز اللي حصل اللي في حصل موضوع في اللي الخطوبه انت الاول. كاتبه. بس فهمني هو مين بيخطب مين ومين كاتب كتابه يعني. فهمني القصه دي بس واحده. اللي بيخطب اخويا تمام. وعجبتني. هي ايه اللي عجبتك؟ الليله يعني. البنت عجبتني بصراحه ربنا. يا باشا بنت مين؟ بالراحه بس احنا مش معاك. حاول توصل لنا الصوره. انا فاهم، انا مش واقف جنبك. مش عاوز اوضح اكتر عشان ايه؟ هي واقفه جنبك؟ هي مش واقفه جنب في البيت دلوقتي وانا تحت البيت. طلع لاخويا فوق. يعني ايه يا باشا؟ انت فاهم حاجه؟ لا. هي مع مرات اخويا فوق دلوقتي. هي مين؟ هي مين يا عم؟ هي مين؟ هي مين؟ صاحبة خطيبة اخويا. صاحبة خطيبة اخويا. ماشي. عجباني قوي يعني. واضح لصوتك ها. قلت في كاتب الكتاب هظبط انا الدنيا وهعرف ايه هيخش سكه واجيبها. برم. ماشي. رحت قبلها بيوم ثالث بدله منين؟ من اكتوبر. بكام؟ 4000 ونص. ببليزر ولا من غير؟ بالبليزر. معاه فيست؟ لا اتضحك عليك يا معلم في الاخر يعني. مش مشكله. مش مشكله. طالع على الابوار. انت كاتب هنا العبد. العبد ولا الابوار؟ الكداب نساي بقى. الموضوع ده. انا جبت من الاثنين يعني بصراحه ربنا. وجيت طالع اول ما عرفت ان هي مخطوبه كنت واخد علبه الشوكولاته ومروح تاني. بالراحه بس. هو ده اصلا كان يوم كاتب كتاب اخوك انت صح؟ يعني انت دخلت على اخوك في كاتب كتابه بعلبه الشوكولاته وروحت بيها؟ مش حاسس ان فيها قله ذوق شويه؟ ما انا سالت مرات اخويا البت دي نظامها ايه؟ قالت لي دي مخطوبه وصاحبتها متجوزه. يعني عبد الرحمن، ما الناس عايشه حياتها عادي يا عبد الرحمن، واللي اتجوز اتجوز وفاهم. سيب الناس تفرح. ايه المشكله؟ بعدين استنى، ايه المشكله ان صاحبتها متجوزه؟ لا هي دي بقى المشكله. ليه؟ ان دي اتخطبت قبل كاتب الكتاب ب3 ايام. فانت مشكلتك في السرعه يعني؟ اه يا باشا ايه المشكله؟ الناس يعني دخلت وجاهزه بالظبط. واتجوزوا وانت اللي مضايقك؟ انا كنت عاوز اخطب دي. وهي دماغه في دي. انا كنت رافض موضوع الجواز ده نهائي. حلو. ورافض لبس البيت ده. ورافض كل حاجه. كتير قوي يعني. دي بقى كل المشكله. تعرف تحل لي؟ هو ما في طريقه
طريقه ان احنا نفشكل الخطوب. ايه هو عمل اندمجت احنا دجالين قاعدين. طب ما تسيبها تروح لصاحب نصيبها يا اخ عبد الرحمن. ولو كده صاحب نصيبها على رأي ابو الانوار. انا شايف ان انت ادعي الخلق للخالق، اخلص يعني ماشي. وتسيبها وان شاء الله لو ليك فيها يا عم النصيب هترجع لك، وان شاء الله تلاقي واحده احسن منها هتلاقي باذن الله. انا شخصيا هجوزك 6 ستات. يلا يا سيدي خش البس البدله يلا. تمام انا هخلص واجي لك على طول يا عم وانا موافق يا عم. تمام ماشي يلا خلي بالك من نفسك حبيبي يا عبد الرحمن. ماشي يلا سلام. راجل معذور راجل جميل اقسم بالله والله عبد راجل الرحمن. جميل وخلي بالك بريء اقتنع جدا. واقتنع بسرعه ان جدا. فاهم ان النصيب يستاهل طبعا يستاهل اقسم بالله. انما ايه المشكله ان هي متجوزه لا صاحبتها متجوزة. يقول لك هي مخطوبه وصاحبتها متجوزه. ايه المشكله؟ هو قصده ان هي دخلت الحته دي اللي هو اصحابه متجوزين وهتتجوز فاهم. خير يا عبد الرحمن ما تقلقش. وبكده حلقتنا تكون خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، ولو بتشوفونا من على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. واستنوا الحلقه الجايه من الجمعه ماركت.